طب كنا هنتفقس. يلا. الست اللي ماسكه العمود اسرع لو سمحتي. يلا يا بنات يلا نقعد كده. عايزكم دقيقة قبل الماتش لو سمحتوا أرجوكوا. أخيرا جت اللحظة اللي كلنا بنحلم بيها. احنا كل مرة بنلعب عشان نخسر، دلوقتي حققوا حلمي وحلمكم. خلونا نلعب عشان نتعادل. هو ده حلمك؟ انتوا عمركم ما كسبتوا قبل كده؟ لا هي مرة باين. يا نهار اسود، مرة باين. ريتاج لو سمحتي ما تكسريش مقادفهم. كل ماتش عندنا مهم، فعايزين نبدا الماتش ده رجاله ونلعب زوم دفاع. بقول لكم ايه، هلا صبايا، هلا يلا نلعب بنات. انت بتقول ايه؟ مش هيفهموا لبناني. تصدق عندك حق. يلا يا اختي الدرداح انت وهي، انزلوا لي افرشوا لي في الملعب ده كله. يلا يا ستي اقعدي، دي قاعده. بطة ايه؟ ايه مش هتنزلي الملعب؟ ما تصبري يا ماما، وانا شغال عندكم ولا ايه؟ ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ انتوا شارينا؟ يا جماعه احنا في مرحله جس النبض. فخر جس نبض. وايه ده كمان؟ جس نبض. طب يا بطة ايه ده؟ جس نبض. على فكره الحامل اللي انت منزلها دي خطر جدا تلعب بالشكل ده. خطر تلعب بالشكل ده؟ ما وليد سليمان لعب ماتش الترجي وهو بالشكل ده. لعب ماتش الترجي وهو حامل؟ لا وهو متحامل على نفسه، على الاصابه بتاعته. يا جماعه احنا ازمتنا ازمه ثقه، نديهم الثقه هيدونا اللي احنا عايزينه. الحامل اللي مش عاجباك دي يا بيه اقسم بالله بتعمل صينيه بطاطس بالفراخ ما هتاكلها في حته. مهم نعوض نلم ونعوض على الله. ايه يا بطه؟ في ايه؟ بتزيلي الدنيا كده؟ بطه اظبطي نفسك، ايدك بتترعش على الكوره. بقول لك ابعد عني. بعيد. ايه يا بطه يا حنش؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ اوريك نسيت نفسي ولا ايه؟ انت مين انت؟ يا بطه انت مش عارفه انت بتكلمني؟ انت مين؟ انا المدرب يا بطه. مدرب يا وشك فر علينا اقعد. طب خلاص يا بطة، تعالي اقعدي ريحي وانا هنزل مكاني. لا يا حبيبتي ما عندناش بلد تنزل بالليل. طب نحب نغير لك الشبشب ده بجزمه عشان تعرفي تلعبي كويس؟ هو الشبشب تعبك في حاجه؟ لا العفو يا بطه في خلاص. ايه بالظبط؟ خلاص اتفضلي انزلي. هتقعد تتريق علينا؟ خلاص اتفضلي خلاص يا انزلي. بطه خلاص، على الله التساهيل. يلا يا بطه. بلا سناء يلا بلا سناء. عايشه بلا وفاء يلا بلا وفاء، بس يا بلا وفاء يلا هات يا بلا وفاء. ايوه بلا روكا يلا بلا روكا، هات يا بلا روكا يلا بصي. البت دي زنانه مسمار، كرهتني في الاطفال. لا يا جماعه والله دي مش زنانه خالص. امال ايه اللي خلاك تجيبها؟ قعدت تزن عليا قرفة اهلي. بنت يا روكا امشي عادل وبطلي مياع. طب عايزه، طب امسكها طب. ايوه طب بطه، طب عشان خاطر طب اديها لي طب. لا الفلوس راحت علينا خلاص. يا رب صحيح ما يكونش فاتح التلفزيون بيتفرج على الماتش. كده مش هناخد ولا مليم. ما تحاول يا حاج بدل ما انت متعصب كده، جيب لنا فيلم هندي. هندي ايه؟ استنى بس اما نشوف المسرحيه دي هتخلص على ايه. ايه ده؟ هي دي المسرحيه؟ ده انا كنت فاكراه ماتش تنس. حاجه قومي هاتي لي شاي. مش شاي اهو يا حاج. هات لي عاشوره. حاضر يا حاج حاضر.
العيب مش في اللعيبه، العيب في الخطه. العيب في خطتي انا؟ ايوه العيب في خطتك انت مدرب متكبر ومغرور. ممكن بقى زي كل الفرق نوقف جون. نوقف جون فين؟ نوقف جون بدل الاجوان اللي عماله تخش فينا زي الرز دي. اجيب منين انا بني ادم قد كده اوقفه على الحلقه يقعد يلوش لي في الكرة ويصد؟ ممكن لو سمحت ما تتدخلش في خطتي خالص، حاسبني اخر الموسم، ولو هتديني تبس يبقى كرم منك يعني. يا نهار اسود يا ابو ايمن، يا نهار اسود. محسن النمر؟ هو ايه اللي جابه هنا؟ مين محسن النمر ده؟ ده جوز البت سناء. هو خرج من السجن امتى؟ هو جوز البت سناء كان في السجن اصلا؟ عارف سفاح المعادي؟ يا نهار اسود، هو ده سفاح المعادي؟ يا ريت ده اللي سفح سفاح المعادي. ساب البيت عمال يضرب ليل يا بنت، والواد قاعد عمال يعيط وساب المواعين. انت عرفت منين ان انا هنا؟ ده الماتش متذاع على هوا يا بنت. خلاص يا عم محسن معلش عندنا الحوار ده. معلش يا كابتن انا لازم امشي دلوقتي. تمشي دلوقتي ايه؟ ده ماتش، هو لعب عيال؟ انت بتزعل مراته قدامي؟ الحقنا معلش يا عم محسن والنبي معلش سيبه اخويا. يلا يا بنت يلا قدامي. معلش يا كابتن، تغيير اضطراري بس، تغيير اضطراري. هننزل مين يا فخر؟ يلا زي ما احنا يلا. انت عسكفنا يا فخر العرب. دي فرصتي، انزل العب بقى والنبي. تنزلي فين؟ هو احنا في عيد الام؟ اوعى ايدك. ما تسيبها تنزل، ما هي بايظه. وبعدين يعني هننزل مين؟ انا اللي هنزل يا ابني. لا يا حاجه سمر. اعمار بيد الله. يا جماعه الست دي خاطر تنزل تلعب. الحاج سمر اللي مش عاجباكي دي من اصحاب الثلاث رئات. بجد والله؟ يعني زي حسام عاشور وطارق حامد كده الفتنس عالي؟ لا هي من اصحاب الثلاث رئات بجد. يلا يا سوسو، يلا يا سوسو، يلا. اوف دي نسيت الانبوبه. مش مشكله، لابسه شنكار. حلو. على الارض على الارض. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. انها جابتها واقف. هو ده التمثال ايه؟ ايوه تمثال الجعبران. جعبران؟ ايوه الجعبران بتاع الفراعنه. لا يا سيد، لا يا سيد، مش وقته خالص، مش وقتها خالص يا سيد. ايه هي دي؟ اللي انت بتعمله ده، تخيل مش وقتها يا سيد. انا مش فاهم. ماشي على الله تسهيل. سيبني بقى اشوف هشيله الدنيا دي كلها ازاي. ايه يا فخر، انت مش هتوريني البضاعة ولا ايه؟ بص يا عم نعيم، البضاعة اللي انا هوريها لك دلوقتي دي في مليون واحد بيجري ورايا، بس انا اخترتك انت عشان تشتريها، لان لو ما اشتريتهاش انا هاخد الواد ده ونطلع بره المحل اذبحه وانا هجري ملطة على المحور. فانا عايزك يا عم نعيم تبقى فاهم ان انت بكونك بتشتري الحاجة دي بتنقذ روح 2 بني ادمين. يا ريت توريها لي. ما عارف اقول له ايه. هتعدي والله ان شاء الله. هي حاجة في السيمبل يعني، في الشياكة كده، ماشي؟ اهي يا عم نعيم. مسافر يبقى خير ان شاء الله. خير. اعتقد العكس يا عم نعيم. مش انا عارف شغلي، ها؟ عارف شغلي. ايه ده؟ ايه الاساتوك ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ماشي يعني عجبتك وشاري. سمعني بقى الكلمة الطيبة كده في تمن التمثال ده. هي تجيب 45 عشانك انت هخليها 50. 50 مليون؟ ايه اللي
اوفر ده اكيد قصده 50,000 دولار. ماشي تمام، هات بقى الفلوس. 50,000 دولار ايه؟ دي تمنها 50 جنيه. 50 جنيه يا عم نعيم ليه؟ ده من ايام الفراعنه، ده بقاله 7000 سنه. 7000 سنة؟ دي اساسا معمولة من 7 ايام، لسه العجينة بتاعتها طرية ما لحقتش تنشف. بقول لك ايه يا نعيم، انت هتشتغلني انا ولا ايه؟ ما الواد بيقول لك بقاله 7000 سنه. اصبر بس يا فخر، عشان غالبا عم نعيم عنده حق. اصل انا ما رضيتش اخد من الجعبران اللي على الترابيزات، وقلت اخد من الجعبران اللي هم لسه عاملينه طازه. طازه؟ واحنا بنجيب فينه يا سيد ولا ايه؟ انت ما جبتهاش دهب ليه يا سيد؟ ما هو اصل الدهب اللي لقيتها قد كده، وفخر قال لي ما خف وزنه وغالي ثمنه. ايه هتنكر دلوقتي؟ وبعدين اصل الدهب ده حرام جدا للرجاله. طب بص يا عم نعيم، من الاخر يعني، احنا كنا هنخلص الصفقه دي وهنطلع ناكل، فممكن تدينا يعني 50 جنيه دول نروح ناكل بيهم كشري؟ يعني لو كده برضو ومخولنا وحقك خلي التمثال معاك واطلب لنا كشري في المحل هنا ناكله قدام، وتبقى مشكور يا عم نعيم، مشكور لو خدت الشنطه وطلبت لنا رز بلبن او كنزات بيبسي. يعني مش عارف، حرام عليك يا سيد، علينا 6 مليون دولار نشحت تمن الكشري. شنو تبي؟ يلا خلص سرعة سرعة عشان انا مو فاضي، انا يبي يلعب مع فيل. ما هو انا جاي لك النهارده يا جناب المهرجة بخصوص موضوع الجوهرة اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده. دكتور وليد، ما في كلام، انا ما يقدر استغنى عن هذه الجوهرة. هذه الجوهرة ميراث عائلتي لآلاف السنين. أنا يهرب من هند وسند وبلاد تركب الأفيال بسبب هذه الجوهرة. عائلة باتشان يجري ورايا يريد أن يقتلني وياخد هذه الجوهرة. يعني هو احنا ما ينفعش نتفاهم مع الإخوة في عيلة باتشان ونحل الموضوع بشكل ودي كده، قعدة هندي كده زي قعدة العرب بتاعتنا، ونخلص الموضوع من غير أكل وأذية؟ لا ما يصير. أنا يقول في طار بيني وبين عائلة باتشان ما يحلوا إلا الدم. يا جناب المهرجة افهمني، عناصر النانو تكنولوجي اللي موجودة في الجوهرة بتاعتك غير مسبوقة بالمرة، ومع وجود الاختراع بتاعي هتقدر تعمل كونتاك معاه عن طريق الالكترومagnetic. انت فاهم معنى الهري اللي انا عمال اهريه معاك ده من الصبح ايه؟ انا ما يفتهم شنو انت هتهري شنو. معناه ان انا وانت ممكن نغير التاريخ، نغير شكل الكون. تخيل انا وانت صورتنا على صفحات الجرائد والمجلات في كل حتة، والنانو قاعد في وسطينا كده مستربع صغنن كده، أرباح بالملايين. ده غير إن سعر الجوهرة بتاعك هيتضاعف بالمليارات. سامع اللي أنا سامعه أنا يا سيد؟ انا مش سامع اي حاجه من عندك. طب ركز في الكلام كده وطرطق ودانك. اطرطق في ودانك؟ على الله تعمل كده، بقول لك طرطق ودانك يعني اسمع كويس. أنا ما يبي مليارات، أنا عندي مليارات وايد، أنا مش عايز مليارات. يا سيدي أنت مش عايز مليارات، أنا عايز إيه الغلاسة دي؟ لا، ده الجوهرة دي بقى تخصنا أنا كده. جوهرة إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. مالكش دعوة أنت، سيبنا ركز. اف الريحة دي يا فخر، محدش يعمل كده أبدا جوه فيل. مش أنا. لا أنت، ما فيش غير أنا وأنت جوه الفيل، هيبقى مين يعني الفيل؟ هو أنا كده بقى، لما بركز بعمل كده. عاجبك تركب معايا اركب، مش عاجبك خلاص. مش اتخانق يا فخر. الله، فلفل شنو فيه؟ شنو سويت لي فلفل؟ شنو سويت؟ أنا عملت حاجة؟ أنا قاعد مرمي جنبك أهو من الصبح. أنت مش عالم كبير، أنت شوف شنو فيه هو، شوف. لا دي حاجة بسيطة جدا، ممكن يبقى اللابلاتين بتاعه لدع في السنسور أو البطارية بتاعته عايزة تتعضعض. إيه الحقيقة يا سيد؟ ده هيغيروا لك البطارية. يا نهار اسود، ده انا اللي واقف ورا. طب يا رب بقى تطلع بطاريات قلم مش طرش. يا ابني افهم بقى، ما يبقاش مخك ضلم. قول زي ما انت عايز للصبح، انا يستحيل اختلس الجوهر. تختلس؟ ايه الكلام الاوفر ده؟ وبعدين انت جاي الفيلا هنا ليه؟ تطعم مساكين؟ ما انت جاي عشان تسرق. دي حاجه ودي حاجه يا فخر. وطي صوتك بدل ما تحبسنا.
دي حاجه ودي حاجه يا فخر. احنا جايين هنا نرجع شبكتك اللي اتقلبت منك، لكن هتدخلني بقى في حوار اسرق جوهره مهراجه، والمهراجه ده اكيد راجل واصل. انا كل ما بتخيل السيناريو ده بتوتر يا فخر. انا اتوترت يا فخر، اتوترت والخناقه بدات تجي. انا اتخنقت. طب اهدى طيب، تعيش على